السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم مع حضراتكم إزاي نجرب جميع مكونات الغسالة التوشيبا الفوق أوتوماتيك 8 كيلو خارج الكارتة. السوكت اللي معايا ده يا جماعة فيه 3 أطراف، طرف أصفر وطرف رصاصي وطرف أبيض. هنعمل كوبري على الطرف الرصاصي والطرف الأصفر، ونجيب سلكة من بره كده زي اللي معايا دي، أوصلها بالطرف الأبيض، وهي دي اللي هنجرب بيها كل مكونات الغسالة زي الصمام والطرمبة والموتور يمين وشمال والشداد. هوصل الكهرباء واجرب مع حضراتكم على فيشة الغسالة. دي فيشة الغسالة يا جماعة، بنفس الفيشة هجرب عليها. ده طرف الطرمبة معايا كده، الطرمبة اشتغلت معايا. وده الصمام زي ما حضراتكم شايفين. وده الموتور. احنا بنجرب كل المكونات يا جماعة علشان لو في اي مشكلة في اي مكون معانا نحاول ان احنا نغيره قبل ما نركب كارتة جديدة. كده الموتور اتجاه وده الاتجاه التاني. ده اختبار لكل مكونات الغسالة علشان لو في اي حاجة في الغسالة، او نعرف لو الغسالة فاصلة باور ازاي نقدر نحدد المشكلة في ايه. بطريقة سهلة وبسيطة قدرنا نجرب كل مكونات الغسالة توشيبا 8 كيلو بدون كارتة. كل اللي محتاجينه سلك زي اللي حضراتكم شايفينه ده، كوبري صغير، وسلك تاني ألف بيه على جميع مكونات الغسالة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.